السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. وصلني الخوت في الخاص واحد التقرير جاي من الأزاوة، نقدر نوصفوه بتقرير استخباراتي إذا صح التعبير. هذا التقرير كاتبه واحد الإنسان، واحد الشخص أزوادي ينقال له أغيلاس نصغرو. ما نطوش عليكم، نقرأ لكم التقرير. يجب الانتباه إلى أن ما يجري في أزواد مخطط كبير جيوستراتيجي أكبر من طاقة الأزواديين. عموده الأساس روسيا، الجزائر، إيران، وهو إنشاء قواعد عسكرية كبيرة في منطقة أزواد يتم تزويدها بطائرات درون وأسلحة. الهدف منه هو تمكين روسيا من تهديد أوروبا والغرب ومراقبتهم. فاغنر، تمكين الفاغنر من السيطرة على مناجم الذهب والفضة الأزوادية. الجزائر، تمكينها سريا من سهولة تحريك خبراء فاغنر وروسيا وإيران في تحويل البوليزاريو إلى منظمة توازي حزب الله وتزود بالدرونات لدخول حرب جديدة مع المغرب في إطار ما يسمون مواجهة دول مطبعة مع إسرائيل. لا يستبعد أن القواعد التي يتم إقامتها تكون بتمويل مشترك بين الدول الثلاث. الصمت الجزائري كوسيط كان يتباهى بأنه يدير عملية السلام، دليل على أنه يدير اللعبة ضد الأزواديين بسرية تامة مع الروس والإيرانيين. مالي تريد سحق الأزواديين وتعرف أنه بدون دعم عسكري روسي بالدرونات غير ممكن، لهذا توقع مع روسيا إنشاء قاعدة عسكرية روسية يديرها خبراء روس تقنيا للتواصل مع وحدات عسكرية لفاغنر على الأرض، وبالتالي الهدف القضاء على قوات أزواد والسيطرة على مناجم الذهب. روسيا هدفها جيوستراتيجي، وهو خلق جبهة صراع مع الغرب بالساحل والصحراء لتخفيف الضغط عليها وإضعاف أوروبا عبر تهديد مباشر عبر البحر الأبيض المتوسط، ودعم حليفها الجزائر وميليشياته في بوركينا فاسو والنيجر، ويكون تمويل فاغنر في الدول المذكورة سلسا. الجزائر ستربح من هذا التحالف وجود قاعدة عسكرية قريبة من حدودها يتم تدريب أو نقل خبراء ومعدات عسكرية سريا نحو جبهة البوليزاريو لاستخدامها ضد المغرب، وبالتالي الشريط الحدودي الأزوادي الجزائري سيتم تطهيره من أي قوة أزوادية حتى إلى التدني والشريط الموريتاني، فهنا ستجري العمليات ضد المغرب. وثانيا، ستقطع حبل السرة بين أزواد وإخوانهم طوارق الجنوب لمنع أي تلاحم شعبي أو عسكري. أزواد بوجود قاعدة روسية في تيساليت ستكون هناك ضغوط كبيرة عسكرية على جيش الأزواد، لأن الدرونات والفاغنر سينشط من أجل تحقيق هدف تطهير الشمال الأزوادي الجزائري بتعاون استخباراتي جزائري يتم إمداده بمعلومات عن إحداثيات تواجد قواعد أزواد لقصفها. الجيش الأزوادي سيضطر لا قدر الله للنزول جنوب والتماس مع مناطق سيطرة القاعدة في المناطق الغربية. هنا مرة أخرى ستوعز مخابرات الجزائر لخلايا في القاعدة بدخول حرب أزوادية قاعدية، وهذا هو هدفهم، إشغال الأزواديين في نهاية بالقاعدة وداعش، ثم يتفرجون مرتاحين داخل قواعدهم العسكرية. من أجل التخطيط لأسوأ، على الجيش الأزوادي وضع خطة تكتيكات هجومية ضد مرتزقة فاغنر وقواعد باماكو في كيدال تساليت لمنع أي خطوات لإقامة القاعدة العسكرية، أي بمنع نزول أي طائرات روسية في المطارات، والتي ستكون محملة بوحدات خاصة قتالية لحماية الوحدة التي ستقوم بإنجاز وبناء القاعدة العسكرية. وبالتالي كلما تأخر الرد العسكري الأزوادي كلما أسرعت باماكو ومرتزقة فاغنر بجلب معدات عسكرية أكثر للمنطقة، وأسرعت في بناء القاعدة العسكرية، وقررت غرفة إدارة الدرونات إلى مناطق قريبة من تمركزات جيش الأزواد. تنظيم القاعدة رابح إلى حد الآن، لأن هدفه هو إضعاف القوة الأزوادية ومحاولة التأثير على بعضهم للانضمام للقاعدة، وكأنها تقول لهم: أرأيتم هزمكم جيش مالي لأنكم ضد مشروعنا الجهادي، تعالوا لمشروعنا وسننتصر.
المشروع الأزواضي في الاستقلال في عمق الزجاجة يحتاج لأدوات إرباك جديدة، أهمها ربط علاقات مع دول وجلب حلفاء، لأن الصراع روسي غربي بالعمق ومخابراتي إيراني إسرائيلي وإقليميا جزائري مغربي ومحليا أزواضي مالي وإيديولوجيا قاعدي داعشي واقتصاديا روسي صيني غربي. هذا ما يجب أن يدركه قادة أزواد وشعبها ومناضلوها من أجل فهم خيوط اللعبة وأخذ تموقع جيد جيوستراتيجي. وبكل بساطة أبسط مستقبل أزواد وحلمه مع الغرب والمغرب وموريتانيا التي ستصبح قاعدة إماراتية أمريكية غربية لمحاصرة المد الروسي المسيطر في بوركينا فاسو النيجر ويتجه للسيطرة على مالي. الجزائر تدرك جيدا أن الأزواديين يعرفون جيدا أن الجزائر تعاديهم وتحاصرهم وتتأمر ضدهم، ومع ذلك تنفس عليهم شوي لكي لا تنفجر لها قنبلة الجنوب الطوارقي، ويتحالفون مع الأزواديين. لهذا كل شيء تديره مخابرات الجزائر السرية، وما زالت طوارق الجنوب يتعاملون مع الأدلة الملموسة التي يروها في عالم المخابرات والتأمرات السرية والصفقات، ويبقى المخدر هو بعض التساهل دولتهم إنساني مع بعض المدنيين الأزواديين. أما مخابراتيا وعسكريا فهي تخنق الحلم الأزوادي وهي أول مرتعد منه وأول عدو له. إيموهاغ إذا لم يتفطنوا سيكونون ورقة قتل إخوانهم والإجهاز عليهم بدم بارد، وهم يتبجحون بانتماء وطني مزيف للدولة التي تقتل إخوانهم بكل سرية تامة. الكاتب أغيلاس نساغرو، إعلامي مهتم بشؤون أزواد والساحل.